السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوان والأخوات. إن شاء الله تعالى راح نتكلموا اليوم الإخوان على خبر. هذا الخبر جاء في موقع القدس العربي. كلكم تعرفوا الموقع القدس العربي هذا اللي هو جريدة كان يملكها الفلسطيني الباري عطوان، وهي موجودة في بريطانيا، ثم باعها الباري عطوان. يقال في المضارع من بني المجهول أنها ربما فيه ناس متقربين من قطر اللي صراحة شروا هذا الموقع وشروا هذه الجريدة. إذن الإخوان، الخبر هو كالتالي: كاين صحفي ذو أصول مغربية كلكم تعرفوه، هو عبد الصمد هذا. وعبد الصمد هذا دخل الجزيرة يعني في بدايتها، وقدم كثير من البرامج وقدم كثير من الحوارات إلى آخره. لكن كلكم تعرفوا بأن المغرب بين قوسين يحاول دائما يخترق وسائل الإعلام، سواء العربية سواء الأجنبية سواء الفرنسية إلى آخره، الألمانية إلى آخره. راح نتكلم لكم على مجموعة من الصحفيين في الدوتشي فيلي هذيك الألمانية كيف اخترقوها المغاربة، وراح نجيبها لكم بالدليل وبالحجة، لأنني ما راح نسبق الأحداث، لأنني صراحة حسب الوقت اللي موجود عندي نحاول بين قوسين نقدم لكم هذه الأشياء ونعطيكم فيما يخص هذه الأمور. لكن هذا الخبر اليوم راح نتكلم فيه بطبيعة الحال على الأسباب التي أراها، لأن الخبر اللي جاء في القدس العربي ما تكلموش على الأسباب، وعادي جدا ما راح يتكلموا على الأسباب. لكن ترى ما الذي يجعل قناة الجزيرة تتخلى على خدمات عبد الصمد ناصر؟ هذا صراحة سؤال كل واحد عنده له جواب. واحد يقول لك ربما إذا كان واحد مغربي يقول لك عبد الصمد وقف في وجه الجزيرة في كذا وكذا وكذا وكذا، عادي، دي معروفة. هذه الإنسان كيف دائما يميل لعائلته، لقبيلته، الوطن إلى آخره. مثلا يجي واحد جزائري بحالي أنا راح يقول السبب كذا وكذا وكذا وكذا. لكن خلينا احنا نحاول بين قوسين نجد بعض الأسباب التي نراها منطقية اللي راح تدفع قناة الجزيرة. وكلكم تعرفوا باللي قناة الجزيرة هذه ماشي قناة بريفي، يعني ملك خاص، قناة لها علاقة تماما بالعائلة الحاكمة في قطر، وكل الناس اللي يشتغلوا فيها لازم يكون راضي عليهم الأمير القطري ولا السلطات القطرية بصفة خاصة. بطبيعة الحال سمعنا بعض الصحفيين المرموقين اللي غادروا الجزيرة لأسباب متعددة، لكن سبب عبد الصمد هذا خروجه إلى حد الآن فيه كثير من المال. أنا رح نأخذه من الزاوية التي أراها، والله أعلم. أولا، هذا عبد الصمد ناصر عبد الصمد هذا معروف على نشاطه على التويتر أنه داخل في هذا اللي يسميوها الصحراء المغربية. والشيء الذي صراحة يؤسفني أنه هذا الشخص، مع احتراماتنا ما راح نهاجمه، محسوب على الإخوان المسلمين، محسوب على الإخوان المسلمين. وكلكم تتذكروا كان يحاور الشيخ القرضاوي رحمه الله، الشريعة والحياة، الله أعلم اسم البرنامج، وكان يحاوره. لكن أنا بعض الأحيان أستغرب في المغرب، سواء بهذو اللي محسوبين على النخبة، على شيوخه وأئمته، لما توصل القضية للصحراء تجدهم يشاركوا النظام في الدجل والكذب. هذا اللي اسمه عبد الصمد هذا، يعني في حياته ما مشى للأمم المتحدة ومشى للجمعية العامة ومشى لهذيك القائمة اللي فيها الدول المستعمرة، ولا عبد الصمد هذا ما مشاش شاف حكم محكمة العدل الدولي، وحتى كلمة البيعة في الإسلام، لأن يعني المغرب جايب قصة يضحكوا عليها الأطفال الصغار. يعني أي واحد يعرف قليلا من الشريعة، البيعة لا تورث. كيف الصحراويين دخلوا لهم الإسبان في 1884؟ لنفرض جدلا هذا الكلام، رغم أن التاريخ لا يثبت سيادة المغرب على الصحراء. وأنا مستعد
أعوذ بالله من كلمة أنا. نقدم لكم خرائط قديمة جدا من 1400 1500، مثل ما قدم الأخ المحترم الجزائري محمد دومير أدلة صراحة واضحة على أن سلطة السلطان المغربي لا تتعدى الجنوب، أو ما يسمى أقصى شيء آنذاك كان تيزنيت. وما تنسوش الإخوان كلمة المرابطين والموحدين، هذه راي كلمة كذبة كبيرة أراد أن يتبناها المغاربة. قضية المرابطين ما راح نطول فيها، المرابطين هم الصحراويون هذو اليوم، لأن كلمة المرابطين هي رابط في سبيل الله، أي نصب خيمة، ونصبوا خيم شمال نهر السنغال، وبعدها بداوا يكونوا حالهم والتحقوا الشباب إلى آخره، وبدأت تتكون دولة المرابطين إلى أن وصلت إلى الشمال وأقامت عاصمتها في مراكش. هما قلبوا الآية، أصبح الجبلي مع احترامات لأهل الجبال اللي موجود في طنجة إلى آخره يحكم في الصحراوي. وهما المكونين والناس اللي بناوا هذه القصة بداوا من الجنوب، مثل ما قال راغب السرجاني، وهو مؤرخ ويكتب وعنده موقع، ومثل كثير من هذه الأمور. أنا ما راح نطول في هذا الكلام وفيه الكثير. إذن هذا الأشخاص في قضية الصحراء ينسوا كلمة الحق، حتى ولو أراد أن تكون الصحراء مغربية يقول كلمة حق، يقول يا أخي قضية الصحراء بدأت في 63، المغرب اللي راح مشى يطالب بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وفي الآخر أخذه الطمع باش يأخذ الصحراء وما قدرش، لأن القضية ما فيها لا افتعال ولا هذه القصة اللي حاول يرسمها من خلال تويتر، الحقد للجزائر. هذا السيد هذا ما حبش يقول باللي القضية بدأت في 63، ما دخلوا الجزائر. انت مشيت للمحكمة حطيت ملف تقول فيه أنا أريد هذه قطعة الأرض، وأريد أهل قطعة هذا الأرض يقروا مصيرهم. انتبهوا الإخوان، القضية بدأت تمشي، أصبحت قضية تصفية استعمار. كيف افتعلت الجزائر رغم أن المغرب هو اللي راح يطالب بالصحراء في 63؟ كيف افتعلت الجزائر القضية في الأمم المتحدة؟ هل طالبت الجزائر في الأمم المتحدة؟ لا يا إخوان، لكن قليل منهم من يقول الحق، قليل منهم يخرج لنا هذاك الفزاز، يخرج لنا هذوك الأشكال في قضية الصحراء. لا يتقون الله، لا يتقون الله تماما، وسماما يخاطبك دائما ويحاول يعطيك بواحد الأسلوب أن الجزائر. على كل حال احنا خلينا نرجع لموضوعنا المهم، هو موضوع هذا السيد هذا اللي اسمه ناصر عبد، دون أن ننسى من قبل هذاك مفضوح مباركي هذا اللي كان يخدم في BFM TV. هذا اكتشفوه أنه عنده علاقة مع مجموعة صهيونية كتبت عليها جريدة إسرائيلية اسمها هارتس، والمجموعة دي اسمها خرقي، يقال لها جورجي لكن تقال بالعبرية خرقي. خرقي هذه اتصلوا به وخلوه يوصلوا له يدير لا بروباغاند فوق BFM TV. وبعد مرور مدة انتبهوا ليه بعض الناس في فرنسا وراسلوا BFM TV وعطوا لها مقاطع من تصريحات يقوم بها هذا اللي اسمه مباركي على التلفزيون الفرنسي لصالح المغرب. ومشى البحث إلى أن اعترف أن صحيح فيه مجموعة إسرائيلية اتصلت به باش يمرر أو ما يسمى لفك نيوز. هذا باش نقولوا يعني الأشياء هذا. إذن أنا عبد الصمد ناصر هذا ما راح نتهمه بهذه السرعة هذه، لكننا راح نشوف من هذا الباب، من هذا الباب اللي هو باب التصريحات اللي قوم بها وعداءه للجزائر. يعني حتى هو نفس الشيء عنده عداء للجزائر لا يعلمه إلا الله. خلينا الآن نجيبوا هذا السيد هذا، نجيبوا كما يقولوا احنا هذا الكلام. مثلا مشينا لتويتر هذا السيد، وهذه تصريحات خاصة شخصية به، يعني تصريحات شخصية، هو حر يكتب ما يشاء، لكن أنا غير نعطي لك يعني البروفايل تاع هذا السيد. يكتب المغرب لا يسعى إلى تقسيم الجزائر. لاحظتوا كيف يصوروا قضية في 63 تاع تصفية استعمار بدأت مع الإسبان، رجعوها إلى تقسيم. احنا فين قسمنا ولا فين مشينا؟ لا إله إلا أنت.
يقول لك لا يسعى إلى تقسيم الجزيرة ولا يسلح المرتزقة، ويسمي الصحراويين أهل الأرض المرتزق. يعني هو هذا الشخص هذا حابب ينصب نفسه وكيل على الصحراويين، يديهم يركحهم عند العلويين ويركحهم عند الأمور، وهما ما عندهمش الحق. الصحراويين ساكنين في الصحراء، وعبد الصمد هو اللي راح يرضى لهم منهم حكامهم إلى آخره من هذا الكلام. ما يهمنا. إذا السيد هاكم تعرفوا ايش راهو يتكلم. بعدها وقع واحد المشكلة. الإخوان كلكم تتذكروا أن النظام المغربي قصف، كما يقولوا احنا قافلة فيها تجار جزائريين وفيها موريتانيين إلى آخره، وماتوا فيها شهداء جزائر رحمهم الله الموريتانيين. ماذا يقول هذا الشخص اللي بين قوسين، أنا ما راح نهاجمه من ناحية الشرعية ولا من الأمور، لكن شوف أخلاقه. تحية لرجال الجيش الذين يذوذون عن وحدة المغرب وترابه، ويردون على اعتداء مرتزقة البوليزاريو بما أوتوا من قوة وسلاح، وأما بركات وكرامات طائرة الدرون. شوف المنحط كيف يتكلم، يعني يقول لك يبارك قتل المسلمين بأمور تاع الدرون، يفرض عليهم يكونوا عبيد للعلويين رغم أنهم لهم الحق في تقرير المصير وما حكموهم العلويين تماما. وفي أخير تصور هذا الكلام اللي راهو يتكلموا هذا المنحط كلام يعني. ومن بعد دخل في مشاكل مع الإعلامي الجزائري في قنوات بيان سبور، قذفوا المحصنات، وده روحوا يتكلم عن قذف المحصنات. لما يتكلموا الخليجيين ويتكلموا الكثير من الناس، احنا ما راح نهاجموا لا المغربيات ولا اكس ولا يجرك، لكن هو اراد ان يلصق هذه التهمه بالاعلامي الجزائري اللي هو حفيظ دراجي. وقت تعرف هذاك الكلام طفح الكيل. لكن هنا ايضا كاين شيء اللي هو خطير، انتبهوا جيدا. على التويتر على حسابه يحط هذه العناوين ومراقب الجزائر، ويوظف هذه ويحط الجزيرة عليه. يقول لك عاجل الرئيس الجزائري للجزيرة إسبانيا إنجازات إلى آخره، عاجل الرئيس الجزائري العلاقة الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة الجزائر إلى آخره. يعني بدأ وأظن أن الإخوة الصحراويين يتذكروا هذا السيد في يوم من الأيام خرج على برنامج استضافوا فيه واحد صحراوي وواحد مغربي، وكان هو من يدير الحوار. والإخوة الصحراويين يتذكروا كيف خذا طرف مع المغربي وما تركش الصحراوي تماما ويتكلم بواحد الأسلوب غاضب ويهاجم. هو من المفروض أنت تشتغل عند الخليجيين وتشتغل في الجزيرة، لا دخل لك في إذا عندك رأي شخصي أنت حر فيه، أما تميل إلى آخره. ومالوا الإخوة الصحراويين يعرفوا هذه القصة. شكون اللي جاب الخبر؟ هي القدس. وهاو قال لك الجزيرة تستغني عن مذيعها المغربي عبد الصمد ناصر والسودانية نانسي محجوب، وهذا هو الخبر. لكن القدس العربي ما جابت هذا الأمر. لكن أقول للأذرع المخابرات والأذرع هذو اللي حابين يستعملوا المنابر الإعلامية المعروفة لخدمة المخزن، هيهات لكم، ستنتهون إلى مزابل التاريخ وترمون مثل ما ترمى القمامة. وهذا الدور جاء اليوم على عبد الصمد، وبالأمس كان على مباركي في BFM TV، والحبل على الجرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.